السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل طاجن رز بالجمبري. معانا كوباية رز مغسول، معانا جمبري مخلي، معانا فص ثوم، بصل، طماطم، فلفل ألوان. ويلا بينا يا جميل نشوف هنعمل طريقة عمل طاجن رز بالجمبري ازاي. اعمل رز بالجمبري. معايا معلقه زيت ذره عشان اشوح فيه الفلفل والبصل. معايا فص ثوم كده، انزل بالبصل الاخضر مع الفلفل الالوان واقلب. اسهل طريقه لعمل طاجن رز بالجمبري في الفرن، طريقه حلوه وجميله وتغيير في الاكل. يعني طبعا معايا جمبري مخلي مش جمبري بقشره. يعني هنعمل الشوربه، شوربه الجمبري اللي هتغذى منه الرز من الجمبري نفسه. تمام، ابقوا معانا. معايا عود كرفس كده، حته من الكرفس بتدي لطاجن الرز بالجمبري، بتديله طعم حلاوه. بشوح دي الاول. اول ما بتشوح كده بنزل بالطماطم وخليها على جنب كده يا دوبك تاخد ريحه. انزل بالجمبري بتاعنا. الجمبري يا جماعه ما بيقعدش اكتر من 3 دقايق. اكتر من 3 دقايق اللي بيحصل له بيتجلد ويبقى جامد زي الكاوتش. تمام، كل اللي عليا ان انا باخد كده الجمبري بديله بس صدمه، عشان ما تنسوش ده هينزل في الرز. وابدأ بقى اقلب كله مع بعضه. معايا بصلة حمرا كده، مش عندي اصلا. انت مش عندك جمبري بقشره عشان تعملي الشوربه، البديل بتاعه هنا المكعب مرقه. بديله معلقه بهارات سمك، معلقه ملح، سنة شطة. ما تنسيش ما تكتريش الشطة علشان ولادك. معلقة كمون، وابدأ اقلب. اسهل طريقة لعمل طاجن رز بالجمبري، بجيب الرز بتاعنا بحطه هنا علشان ياخد من طعم الجمبري اهو. بقلب بسم الله ما شاء الله، طريقة جميلة وحلوة. يعني بشتغل بجمبري مخلي، يعني جمبري من بدون قشر. لو انا عندي جمبري بقشره هخليه واخد القشر بتاعه اعمل منه شوربه. تمام كده يا جميل.
بسم الله ما شاء الله. كده الرز بتاعنا اتبل مع وتبلته اهو بسم الله ما شاء الله. وهو على الوضع ده بديله ميه سخنه بقلب يا جميل. بسم الله ما شاء الله الريحه جميله. كل اللي عليا بجيب الطاجن واروح منزل دي فين في قلب الطاجن واقلب. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله وحلوه. معايا قرنين فلفل كده بحب احطهم كده بدي شكل جميل حلو. دايما تظبطي الرز بتاعك والميه بتاعته مش تبقى كتيره. تمام يا قشطه. انا بسخن الطاجن تحت منه النار تمام لمده 3 دقايق بس. الفرن يكون عندي ساخن. اول ما الاقي الطاجن بتاعي كده بدأ يغلي اروح ايه جايب ورق سوري ألمونيوم واروح ايه كبسه وندخله ايه الفرن. كده البرام بتاعي طبعا سامعين البكبكه دي بدخله كده الفرن. بسم الله ما شاء الله اهو مع نفسك يا شاي ويبقوا معانا يا جميل. ضارب الرز بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ازاي تعملي طاجن جمبري بالرز في الفرن حاجه جميله وحلوه. نقول بسم الله كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه. هذه طريقه عمل رز بالجمبري طاجن جمبري في الفرن. ازاي تعملي طاجن جمبري بالرز في الفرن حاجه جميله وحلوه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ونالت رضاكم. طبعا دي بيتاكل معاه طبعا ملوخيه بالجمبري زي ما انتوا تحبوا. ويلا بينا نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. وادي طريقه عمل رز بالجمبري في الفرن. ازاي تعملي طاجن رز بالجمبري في الفرن حاجه جميله وحلوه. وشكرا لكم على المتابعه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. في رعايه الله وامنه. في حلقه قادمه مع السلامه.